بعد رحيل ليونيل ميسي في صيف عام 2021 واجه برشلونة صعوبات جمة. الفريق خسر هويته الهجومية وقدرته على حسم المباريات، وتراجع الأداء بشكل ملحوظ في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا. الوضع المالي المتأزم للنادي فاقم المشاكل، حيث لم يتمكن الفريق من تعويض رحيل ميسي بصفقات قوية. المدربون المتعاقبون مثل كومان وتشافي واجهوا صعوبات في إعادة بناء الفريق وتذبذب مستوى اللاعبين الشباب والصفقات الجديدة. على الرغم من بعض التحسن النسبي في موسم 2022/2023 بتتويجهم بالدوري، إلا أن شبح رحيل ميسي لا يزال يلقي بظلاله على أداء الفريق واستقراره. الفريق يعاني بشكل ملحوظ في دوري أبطال أوروبا وخرج مبكرا أكثر من مرة. النادي يحاول التعافي من هذه الحقبة الصعبة، لكن الطريق لا يزال طويلا وشاقا.